زمان لما كنت بروح هنا السوبر ماركت في المانيا وارجع الازايز الفاضيه واجيب الفلوس بتاعه المرتجع، كنت بعمل لكم فيديو بوريكم الاسعار في السوبر ماركت قد ايه، زي مثلا 20 يورو مثلا 25 يورو هنقدر نشتري بيها ايه. كنا بنشتري بيها حاجات كتير من السوبر ماركت على يدكم، الفيديوهات موجوده. المهم انا دلوقتي الاسعار غليت كتير شويه في اخر سنه تحديدا، كتير قوي في السوبر ماركت. فتعالوا نشوف لما نروح نرجع الازايز دي ونجيب الفلوس بتاعتها المرتجع بتاعها هيطلع قد ايه، وهقدر اشتري بيها قد ايه حاجات من السوبر ماركت بعد غلاء الاسعار. اوكي يلا بينا. ادينا رايحين السوبر ماركت وابني متحمس اكتر مني لانه بيحب الموضوع ده قوي فماشي يرقص. يلا بينا، وصلنا هنا عند الماكينه وبدانا نحط الازايز، ورينو طبعا مصمم ان هو اللي يحط الازايز اكتر مني، بس يا جماعه فرق الطول مش مساعد، نعمل ايه بقى؟ المهم حطيت شويه ازايز زي ما انتم شايفين كده، بس للاسف الماكينه ما رضتش تاخدهم كلهم. الازازه دي مش راضي بيها، دي انا كنت قصاها عشان خاطر الافوكادو. فكرت انه عادي بس هو مش عادي، مش عايزاها الكلبه قفشتني، ولا الازازه دي عايزاها. الهانم قاعده بتتدلع في حاجات كتير عليها العلامه دي وبرده مش راضيه تاخدها، يعني مش فاهمه مالها. طب انا لازم اضحك عليكي كل مره، افضل الفها لك كده واتحايل عليكي؟ يعني هي بتاخدها بس لازم نحايلها، الهانم بتتدلع. مش عايزه دي. تمام. انا اكتشفت ان الشنطه مش مليانه كلها ازايز، لقيت جواها فوطه وشماعات. ده المبلغ المرتجع من الازايز اللي رجعناهم 11 يورو 40 سنت، وباقي معانا لسه ازايز تاني. اخدت باقي الازايز اللي رفضتهم الماكينه بتاعت ايدك اللي بتدلع دي، وجينا قصدي هنا هنرجعهم في الماكينه هنا، هنشوف دي هتقبلهم ولا لا. دي مش عايزاهم ليه؟ يمكن عشان مقطوعه هنا، معقول؟ وريني دي يا رينو، نشوف دي اهي قبلت دي، ودي قبلتها. امال الثانيه شايفه نفسها علينا ليه؟ بسلامتها يعني، بسلامتها بجد، مش هروح عندهم تاني. ودي اللي كانت مقطوعه من الافوكادو، لا دي ما بتتقبلش، مش هضحك عليكي. انا بس 75 سنت مع الفلوس الاولى كده، الحساب توتال الحساب 12 يورو 15 سنت. تعالوا نشوف هنجيب بيهم ايه. بصوا احنا هنشتري حاجات محتاجينها، فبالتالي انا محتاجه ليمون وموز، هجيب 3 موزات، مشروم، وهنجيب بيض، وكيلو تفاح، هنجيب كيلو اوراق، كيلو 100 جرام. وطبعا انا ككائن مكروني ما ينفعش اجي من غير ما اجيب مكرونه، كيس مكرونه. بصوا كده الاغلب هتعدي الحسبه اللي معايا، بس انا محتاجه ازازه زيت، سوري يعني هنجيب ازازه زيت. ويلا بينا على الكاشير نشوف دول هيطلعوا بكام. وده المبلغ اللي دفعته فيهم 14 يورو 79 سنت. وبكده انا دفعت 2 يورو 65 سنت فوق ثمن فلوس المرتجع بتاعت الازايز. طبعا لو زمان كنت هجيب حاجات اكتر بكتير، لكن مع زياده الاسعار قدرت اجيب بالمبلغ ده الحاجات دي. وبس والله اكتبوا لي انتوا شايفين حاجات مناسبه ولا لا. بس طبعا لو زمان والله كنت هجيب حاجات اكتر بكتير. عايز تعمل ايه؟ في بيبي، يلا بينا.